هي في مواقف بتضحك، منها انه انا كتير يعني كنت افوت على محلات وعلى الصيدليات ما انتبهش انه الباب كزاز فادكم فيه كتير. هذا وانا صغير مرة مسكت كمشة معالق وكمشة سكاكين زقيتهم في الميكروويف وشغلت حطيته على بتد دقيقة، يعني ما لحق منطقة كلها طفت الكهرباء عليها. انت مكانك مش هنا، امال فين؟ فوق. رحت على البيت أخذت سيارة أبوي لفلفت فيها لغاية ما عملت حادث. كان عندي غمازات بس أمي الله يخليها مسحتها من كثر الكفوف. لا حول ولا قوة الا بالله. ومفروض انخذ بس كان شعور حلو الصراحة. مرة كنا في صف 11 واحنا في المدرسة، قررنا انا واصحابي انه نهرب من المدرسة، فهربنا وكان لسه الدوام مبلش يعني. هربنا من المدرسة، رحنا لعبنا اكس بوكس، اتفقنا مع اصحابنا انه يطلعوا لنا الشنطات، هم نازلين لقطوهم الاساتذة فاخذوا منهم الشنطات. وكان عندنا امتحان فيزياء يوم الاحد واغلب الدفاتر والكتب كان فيه، فصارت مشكلة يومها وانه رحنا على الامتحان خبصنا بالامتحان اغلبنا رسموا. المدارس باظت يا جدعان. مش غمازات للأسف. مرة اجوا عنا على البيت شركة بتسوق لفلاتر، لحملة دعاية فلاتر. فالفكرة كانت انه هو تجيب مية الحنفية ويحللها بجهاز معه، فبيحكي لك هو اذا المي صالحة للشرب تتحول للون اصفر فاتح، اذا مش صالحة للشرب تقريبا تتحول للون اخضر غامق، دليل انها ملوثة. فهلا انا كنت من جديد راجع من العمرة، فحبيت اجرب هالفكرة انه مية زمزم يعني مي مقدس، بدي اجرب فيها بجهاز التحليل. فأنا جبت له كاست مي من مية الحنفية وكاست مي من مي زمزم، ما حكيت له هاي كاستين مي، واحدة من البير وواحدة من الحنفية، ما حكيت له إنه مية زمزم. فبلش يحلل بتاعة الحنفية تحولت لخضر زي ما حكى، يعني إنه المي ملوثة. فحلل مية زمزم مرة ومرتين ثلاث ما زبط معه، يعني هو كان صافي، فبيحكي لي عن جد هاي المي شو نوعها، فأنا بحكي له مية زمزم. فالزلمة هيك يعني دمع عيونه شوي بحكي لي بدي أحكي لك شغلة، يعني أنا ما بصلي، خليه لأول مرة بشعر بحاجة إني عن جد حابب أصلي. فأنا دخلته جوا عنا وتوضى الزلمة وصلى ركعتين وما اشترينا الفلتر بالآخر. شكرا.